قعد يمثل 10 سنين من غير ما حد يحس بيه. اتطرد من فيلم مع عادل إمام. مخرج إعلانات قاله شوف لك شغلانة تانية، انت الكاميرا ما بتحبش وشك. ازاي تحول أمير كرارة من الواد أبو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو لأكل البطيخ؟ أمير كرارة كان في لقاء على الراديو وكان بيتكلم عن طبيعة يومه وازاي بيقضي وقته، وتصريحاته ناس كتير شافت انها مش موفقة، خاصة لما قال انه ما بيتفرجش على مسلسلات او افلام ولا حتى بيسمع راديو ولو اغاني، وانه بيكون في اجازة في البيت بيلاقي مراته قاعدة تتفرج على مسلسلات تركي وتعيط وهو يقعد ياكل بطيخ ولا في دماغه. من كام سنة واحنا دايما على ميعاد مع مسلسل للنجم أمير كرارة يكسر في الدنيا، وكتير من الجمهور بيعتبروه انه نجمهم المفضل وانه رقم واحد، والناس كلها بتستنى تشوف اعماله الجديدة، سواء السينما زي فيلم البعبع اللي نازل في العيد او دراما زي اللي احنا شفناه في سوق الكامتو في رمضان اللي فات. بس مش ده المهم، تعالوا ناخدكم في رحلة نعرف من خلالها معلومات وتفاصيل جديدة من مشوار نجومية أمير كرارة. كرارة بقاله أكتر من 23 سنة بيمثل، قعد أول 10 سنين فيهم كلهم محاولات بس، اتعرض فيهم لكتير من المضايقات اللي عملت له إحباط لدرجة إن أوقات كتيرة كان بيعيط، بس كان دايما بيقدر يمسح دموعه ويقف على رجله مرة تانية. أول محاولات أمير كرارة إنه يمثل كانت لما تقدم عشان يعمل إعلان، قال لنفسه أي حاجة يمكن منها الناس تعرفني ويجيلي دور في السينما ولا حاجة، لكن اللي حصل كان عكس توقعه خالص. المخرج نده عليه وقال له إيه ده بذمتك، ده وش ينفع يبقى وجه قناة؟ ومشاه وقال له انت مش نافع، الكاميرا ما بتحبكش. روح بعدها البيت وفضل زعلان فترة طويلة، وحس ان خلاص كل الابواب اتسدت في وشه، لحد ما جات له حملة اعلانات تانية نجحت وكسرت الدنيا. وقتها نفس المخرج اللي قال له انت مش نافع لما قابله قال انه كنت بهزر معاك عشان احمسك. رغم النجاح اللي الحملة الإعلانية دي حققته، بس هو ما انطلقش بعدها في عالم السينما زي ما كان متخيل، بالعكس فضل مكمل في رحلة الحاجات الصغيرة اللي محدش عارفه من خلالها، وعمل برنامج ستار ميكر اللي برضه على عكس المتوقع ما عملش أي دفع ليه في السينما. وبعد ما أخيرا جاله مشهد قدام الزعيم عادل إمام وكان دوره فيه عبارة عن جملة 4 كلمات بس، لكنه ارتبك جدا ومعرفش يقولهم، فالمخرج زعق فيه وقال له انت فاشل، مش عارف تقول 4 كلمات، اطلع بره. طلع كرارة بره وهو بيحاول يمسح دموعه يداري بيها الكسفة اللي تعرض ليها قدام الناس عشان يلاقي عادل إمام بيلحقه ويقول له قول الكلام، ولما قاله الزعيم قال له ما انت حلو اهو، دور يا أستاذ. يمكن فترة ال10 سنين الأولى دي مفيش فيها أي عمل فني ممكن الناس تفتكره إلا دور الواد أبو جل في شعره اللي عمله مع أحمد حلمي في فيلم زكي شان سنة 2005، ومن بعدها الدنيا هديت خالص لحد 2011. السنة دي كرارة قال لنفسه أنا لو ما عملتش حاجة هعتزل، عشان يلاقي الدنيا بدأت تضحك له واحدة واحدة. كله كوم، واخر 5-6 سنين دول كوم تاني. اول لما لبس كرارة بدلة الضابط في كلبش وطاقة القدر اتفتحت له في السينما والتلفزيون، بقى باشا مصر، وعمل اول بطولة مطلقة ليه في حرب كرموز وبقى اعلى الايرادات، ومن ساعتها وباشا مصر كل ما يعمل دور يكسر بيه الدنيا.